أهلا وسهلا أصدقائي صديقاتي، صباح الخير صباح النور. اليوم صبحية الأحد قررنا باش نعملوا عصيدة عربي. والله عندي مديدة شاهينها الكلنا، بابا أنا ماما قلنا خلنا نعملوا عصيدة عربي. لهنا بالطبيعة عنا الحليب والفرينة كمكونات أساسية. صفيناها ولهنا ماما قاعدين نحكيو بالطبيعة. تسلم عليكم، قالت لكم اشتركوا في القناة وتحبكم برشا وتفاعلوا بربي لي فيو تطلع شوية ماذا بينا. معناها لي فيو طايحة برشا. ماذا بيا تقولوا لي على حل معناها باش لي فيو تطلع شوية. راهي لي فيو ما نعرفش غلط مني انا ولا من اليوتيوب ولا من شكون. حاسيلو ان شاء الله لي فيو تطلع باذن الله. بارتاجيو الفيديو مع اصدقائكم، عاونوني هكا تشوفوا فيا القناة ما عندهاش برشا. لاني بالطبيعة تخلط ويرحم والديكم ويعطيكم الصحة، اللي باش يعاوني يرحم والديه ويعطيه الصحة. لاني بالطبيعة تخلط الفرينة والحليب مع بعضهم باش تتحل هكا الفرينة. لاني كل وين تراو ماما قصت حتى السيد راهي تحكي معايا. حاسيلو صباح مشوق صباح جميل، نهار لحد ديما يمتاز بك الطابع متاعو. سورتو نحنا توا عنا نتيجة الباك خرجت البارح، وربي نجح وليداتنا الأكثرية كلهم نجحوا اللي نعرفوهم والحمد لله. جيراننا نجحوا ناجحين زادة والحمد لله. اللي ما نجحش ان شاء الله في الكنترول، واللي مش في الكنترول ان شاء الله العام الجاي بإذن الله. لهنا زادت ماما شوية حليب. انا الحقيقة بتاع ربي تفجعت كي شفتها قالت لي ما تتفجعش، قالت لي راهي لازمها تكعبر هكاكا ونحلوها بشوية بشوية بالحليب ومعناها تتعصد. فهمتوني لزامي؟ قلت لها والله كان جيت انا معناها وصارت لي الفازة ذيك راني قلت معناها فشلت وكل شيء في العصيدة. قالت لي لازمها وسع البال وهكا كيف ما تشوفوا فيها تحل فيها وما تخليهاش تكعبر. في الاخر بكل حسيل وجاتنا عصيدة يا ما شاء الله بنينة وباهية. ديما تحل، هي تكعبر وهي تحل وباش تزيد الحليب مرة اخرى. وكاو لي زميلي وصل هنا يعمل لي اشتراك. ومرحبا بكم واهلا وسهلا بكم في القناة رانا نعرف اللي تحبوها وتابعوا فيا ديما هكا ماما تحبوها زيادة. هي تعمل لكم في الوصفات العربي متاعنا والوصفات الزمنية ولا حسيلو العصيدة متاعنا لهنا كيف ما تشوفوا بدات تحل هكا تطاوع فيها في التعصيد. على ما اظن باش تزيد الحليب، باش تزيد الحليب ما نسبقوش الاحداث. هكا تطاوعت لهنا ولات معناها تتعصد بسهولة بعدك التكعبير هذيك والكل. ان شاء الله نعملوا مع بعضنا عصيدة الزقوق وان شاء الله نعملوا عصيدة الجلجلين. عصيدة الجلجلين نعرفها انا قديتها برشا مرات، وعصيدة الزقوق زادة قديتها برشا مرات سهلة معناها. ان شاء الله نعملوا مع بعضنا العصايد الكل. هنا زادت كمية من الحليب بطبيعة الحال. توا عدا الخدمة الصحيحة كما يقولوها. لهنا باش تبدا تحرك وتحل فيها تحرك وتحل فيها لين نتحصلوا على العصيدة. وهكا هاو لزمي راسك تكون حضرت العصيدة عنا. هنايا ما شاء الله كاسة زينت الصحن متاعي بالتمر بالسكر بالزبدة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وان شاء الله تجربوها وتشتركوا معايا وتفاعلوا معايا. نقولكم باي باي.